نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي أنت المسؤول عنه. لن تعذر بتقصير الناس وانحراف المشاهير والمغمورين وخذلان الأقربين والأبعدين. دنياك لك وحدك، وأنت من سيحصد ما زرعت. تأمل معي ميزان علام الغيوب، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. توضح لنا الآيات السابقة أن المسؤولية فردية بامتياز، وأن نتائجها جاءت في أوضح صورة وأقوى عبارة. تأمل معي محكمة الآخرة قبل أن نقف فيها. الملفات غير سرية، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الحضور تحت حراسة مشددة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الظلم مستحيل، وما أنا بظلام للعبيد. لن يكون هناك محام يدافع عنك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الرشوة والواسطة هناك مستحيلة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا يوجد تشابه أسماء، وما كان ربك نسيا. استلام النطق بالحكم باليد، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. لا يوجد حكم غيابي، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لا يوجد نقد أو استئناف، وما يبدل القول لدي. لا يوجد هناك شهود زور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا توجد ملفات منسية، أحصاه الله ونسوه. ميزان دقيق للأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عظم الله أجر من نقلها وجعلها في ميزان حسناته.